السلام عليكم، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم مع روتينة ام نوفل جيتكم بوصفة الكفتة ولا المتوم. احنا في المنطقة تاعنا، احنا ناس الشرق نقولوا لها الكفتة، في مناطق خلاف يقولوا لها المتوم. كما كان الحال كل بلاد ورطالها، كل واحد واش يسميها. احنا كيما قلت لكم في المنطقه تاعنا اللي نسكنوا فيها احنا نقولوا لها الكفته. هنا وجدتها، درت خبزت معاها كسره الخسيس. وهذه هي نروحوا المقادير الوصفه تاعنا. نبداو بسم الله. واش نحتاجو فيهم؟ انا هنا وجدت كلش قدامي، به ما نبقاش رايحه راجعه. جبت حبيبه تاع البصل تكون كبيره مليح. ما عندكش حبيبه كبيره ديري زوز صغار. ايا حكمتها، نيتوايتها، قشرتها، غسلتها وحكمت رحيتها في الاشواغ. من بعد ما رحيتها جبت الكميه تاع لا فيونداشي اللي كانت عندي. حطيتها هكا في غرفية هكا تكون كبيرة واسعة، تساعدك تخدمي فيها. حطيت لها كمية تاع البصل، حطوا لها كمية مليحة تاع البصل باه تجيكم بنينة. انا ديك الحبيبة تاعي تاع البصل الكبيرة قسمتها على زوز. شوية حطيته لا فيوند هاشي كيما هكا، وشوية حطيته في البرمة باه ندير بيه لاصوص. اي من بعد ما فرغت هذيك البصلة اللي كنت رحيتها اللي قسمتها في كمية في لافيونداشي وكمية في البرمة. حطيت تاع البرمة اللي على جهة، وجيت هنا نداوي هذه الكفتة تاعي. وش حطيت لها هنا؟ حطيت لها كيما قلت لكم البصل تكون كمية مليحة، والتوموسي حطوا كمية مليحة باه تجيكم بنينة. حطيت 3 فصوص ولا 4 تاع التوم بيكونوا كبار. من بعد هنا ما راحش نخلطها انا بيدي، راح نرجعها للاشواغ ونخلطها باه ينسجموا دوكا كامل المكونات مع بعضهم. جربوا هذه الطريقه وراح تعجبكم بزاف. كل واحد وطريقته كيفاه يحضرها، مي انا تعجبني الطريقه دي. بعد ما ربيت عليه هذاك الثوم راح نرجع كامل المكونات هذو في الاشواغ ونعاود نرحيهم كامل مع بعضها. راح يتجانسوا مع بعضهم حتى الكفتة تاعنا ديك تكون مش مرحية مليح، راح تعاود تترحى مليح وما تجيناش مفتوحة من بعضها كي نحطوها في لاصوص. كي ديروها بالطريقة دي راح تجي ملمومة الكفتة تاعنا. انا سيتها مرة ما درتهاش بالطريقة دي، جاتني مفتوحة. عدت طول نديرها بالطريقة دي تجيني بزاف مليحة وبزاف بنينة. الوغ كيما قلت لكم حبوباتي، عاودت رحيت كلش بالاشواغ كيما هكا، وراح نعاود نفرغه في الغرفيه ديك الكبيره اللي كانت فيها. وراح نكمل ان نحط لهم التوابل اللي راح يكونوا فيها ملح، فلفل كحل، راس الحانوت، شويه تاع لا شابلور والعظام. وفيها مكون احنا ناس الشرق نحطوها فيه بزاف، هذاك هو اللي يعطيها سر البنة، راح تشوفوه معايا. هنا كيما شفتوا معايا رحت رحيتها، وراح نكمل هنا نحط لها التوابل اللي تحتاجهم. اول حاجه بديت بها بالحبيبه تاع البيض، حطيتها هنا. احنا اوبليجي نحطوا فيها البيض كيما هيك، كاينين وحيد ما يحطوش. يعني قلت لكم كل واحد والوصفه تاعو، احنا الوصفه تاعنا كيما هيك حبيت نشاركها معاكم. حطيت كميه تاع فلفل كحل، حطوا كل شي شوي شوي، ما تكتروش بزاف التوابل، راح يبدلوا لها الطعم تاعها. من الاحسن تبقى ريحه اللحم كيما نقول انايا، تبقى محافظه على اللوغو تاعها. حطيت الملح، حطيت الفلفل الكحل، حطيت راس الحانوت، حطيت مغرفه كبيره تاع لا شابلور، وراح نحطو كميه مليحه تاع المعدنوس. حطيت معاه هنا كميه صغيره خلاه تاع الزبده. كي تعود اللحم مشحمه مليح نحطو معاها كميه صغيره تاع الزبده، راح تمدلها طراوه وتمدلها قوسي بزاف مليح. هنا اللحم تاعي كانت فيها شويه شحمه، راح تجي مليحه.
قلت لكم حطيت فيها كمية تاع المعدنوس، كمية مليحة. هنا كانت عندي ربطة، حطيت محسوب الربطة كاملة، خليت غير كمية صغيرة نزين بيها من الفوق بعد ما تكمل، بعد ما نطيبها ونكمل. احكموا هكا اللحم تاعكم، اعجنوها مليح بيديكم. هنا انا خلطها في الاشواغ، ما تحتاجش مني اني نعجنها بزاف، درتها غير هكا شويه وخلاها. هنا في البرمه تاعي حطيت قلت لكم كميه ديك الاولى تاع البصل، زدت لها كميه تاع الثوم، ربيت عليها زوز اسنان ولا زوز فصوص، من زوز حتى ل3 نورمال. حطيت لها كميه صغيره تاع الملح بيسك اللحم تاعي راهي مالحه، حطوا غير بالعقل. كميه صغيره تاع الفلفل الاكحل، كميه صغيره تاع راس الحانوت، نفس التوابل اللي حطيت في اللحم حطيتهم هنا. وراح نحطوا لها كميه تاع الزيت ونحطوا البرمه تاعنا تتقلى. هنا مش شرط انكم البرمه تاعكم زيت تحطوا فيها اللحم، اللي ما عندوش ما يحطش. انا كيما اليوم كانت عندي غير لا فيونداشي ما حطيتش فيها اللحم، ما كانوش عندي طرفة اللحم ما حطيتش فيها. حطيت البرمه تاعي تتقلى، وهذا هو المكون اللي يخليها بزاف بنينه، بزاف تجي طريه، لوغو تاعها يجي سبيسيال خلاه، هو الفريك. حطيت لها مغرفه كبيره تاع الفريك. احنا ناس الشرق نحطوا الفريك في الكفته تاعنا. حطيت لها كميه تاع الفريك، حطيت لها مغرفه كبيره تاع الفريك، راح تزيد لها بنه وطراوه، وكملت زيد عجنتها هكا شويه. وهذه هي الوصفه تاعنا. دوك من بعد نروح نكورها وخلا. كيما راكم تلاحظوا هنا البرمه تاعي تقلات، قليت دبلت هذاك البصل والثوم، دبلتهم مليح، خليهم يتقلاو في غرض. من بعد ضفت عليها كميه تاع الماء، مرقت البرمه تاعي، حطيت فيها دوكا القرون تاع الفلفل باه تجيني شويه فيها القوه تاع الحرور، ما حبيتش نحلهم، حطيتهم غير هكاكا على الولاد صغار. هيا وبديت نكور في الكفتة تاعي، كل واحد يدير الشكل اللي يحبه. كاينين اللي يديروها هكا شويه طويله، كاينين اللي يديروها مكوره كيما درت انا اليوم، كل واحد يدير الشكل اللي يحبه. هذه هي الشكل تاعها النهائي. كيما تلاحظوا هنا انا ضفت معاها الزيتون. الزيتون كنت غليته قداه من مره، من بعد حطيته غلا هو شويه الاول في اللاصوص، من بعد ضفت الكويرات تاع الكفته، زادوا طابوا مليح في اللاصوص. وهذا هو الشكل تاعها النهائي. خليوها تختار مليح، ما تخليوش فيها لاصوص بزاف، وبصحتكم ان شاء الله. هذه هي الكفتة تاعي. ننصحكم حبوباتي تسيوها بالطريقة تاعي دي، وراح تعجبكم بزاف. هذه مضمونة من عندي انايا. هذه شاركتها مع كسر الرخسيس كما قلت لكم، ان شاء الله تنال اعجابكم، والى الملتقى ان شاء الله في وصفة جديدة وتدبيرة جديدة، والى اللقاء.